محمد وهبي يفجر مفاجأة كبيرة للجماهير المغربية في لائحة المنتخب المغربي الجديدة مباشرة بعد تعيينه كناخبا وطنيا خلافا لوليد الركراكي. بدأ محمد وهبي مدرب المنتخب الجديد أولى خطواته العملية وبالتواصل مع بعض اللاعبين المغاربة الممارسين في أوروبا، مؤكدا اهتمامه الكبير بالطاقم الشباب الواعد، حيث أكدت المصادر المقربة أن محمد وهبي تواصل مع ثنائي نادرين الفرنسي عبد الحميد أيت بودلال وياسر الزبيري في خطوة تهدف لفتح المجال أمام لاعبين صغار للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، مع الحفاظ على التوازن بين الخبرة والشباب داخل التشكيلة. تشير المعطيات إلى أن المدرب الجديد يسعى أيضا لإشراك أبرز اللاعبين الذين تألقوا تحت قيادته في نهائيات كأس العالم الأقل من 20 سنة في تشيلي، مستفيدا من تجربة سابقة لضمان جاهزية الفريق وفعالية الأداء. كان أول تواصل قام به وهبي بعد تعيينه مع العميد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ما يعكس حرصه على الحفاظ على نجوم المنتخب الأساسيين وضمان تمسك المجموعة قبل الاستحقاقات المقبلة. هذه التحركات المبكرة توضح استراتيجية وهبي في مزج بين اللاعبين الشبان والقادمين بهدف بناء فريق متجانس قادر على المنافسة بقوة في المونديال القادم.